إذا ردة الفعل بعد هذه المباراة مباشرة إلى اللاعب علي مجرشي لاعب المنتخب السعودي. أقول لكم حظ أوفر في نهاية المباراة، ما هو تقييمكم لهذه التجربة أمام المنتخب الجزائري؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ما ظهرنا بالمستوى المطلوب، لكن إن شاء الله أننا نقدم مستوى يليق في المنتخب السعودي في كأس العرب بإذن الله، خطوة أخيرة قبل البطولة ناخذ منها الفائدة، وإن شاء الله من تحسن لتحسن بإذن الله. فنيا داخل الملعب إيش كان يحتاج المنتخب السعودي عشان يخلق الكثير من الفرص؟ جتنا فرص والله، بس ما استغليناها. الحمد لله احنا نركز في البطولة كويس، التلاحم مع المنتخب الجزائري زي ما انت شايف، لاعبين عالميين، وإن شاء الله أننا ناخذ الفائدة منها ونركز في البطولة بإذن الله. تحدث عن البطولة العربية، المنتخب السعودي اليوم خاض مباراة أمام الجزائر، قبلها أمام الكوت ديفوار، تشعرون أنكم جاهزين بنسبة 100% من أجل الحصول على لقب البطولة العربية المقبلة؟ لسه باقي معنا 3 مباريات في الدوري في آسيا، نركز فيها ونرجع بإذن الله على البطولة، وإن شاء الله أننا نقدم مستوى يليق بالمنتخب السعودي بإذن الله. شكرا لك علي. يا حبيبي. إذن هذا حديث علي مجرشي لاعب المنتخب السعودي. عودة إليك يا محمد.